عبده شارون أكبر وأشهر تاجر مخدرات في حدائق القبة بيتقبض عليه من الشرطة وإخواته حاولوا يهربوه ومعرفوش. تعال أقولك إيه اللي حصل أثناء مرور دورية أمنية في منطقة حدائق القبة. قبضوا على أكبر تاجر مخدرات في حدائق القبة واسمه عبده شارون. طبعا لما قبضوا عليه إخواته الاتنين البنات حاولوا إن هما يهربوه، واحدة حاولت تهربه والتانية حاولت تصور فيديو على اساس يعني ان هي تفضح بقى الشرطه والكلام ده كله والشرطه تسيبه ويمشي. ولكن طبعا الشرطه ما تهددتش بالكلام الفاضي ده كله، وقدروا ان هم يقبضوا على عبده شارون وقبضوا كمان على اخواته البنات، وكلهم دلوقتي بيتحولوا للتحقيقات. وطبعا اتعرضوا على او هيتعرضوا على النيابه العامه، خاصه بعد ما مسكوا مع عبده شارون سلاح ابيض ومخدرات وبلاوي سودا كتير، وكمان مخدر الايس. طبعا اتحولوا للنيابة العامة، وهنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل معاهم. انتوا بقى قولوا في كومنتات ايه انسب جزاء ياخدوا عبده شارون واخواته.